اعمل ايه في الاجازه؟ اعمل ايه في الاجازه؟ اعمل ايه في الاجازه؟ ايوه، انا اعمل ايه في الاجازه؟ يا صديقي العزيز، انت في الاول بس انت لازم تعرف ان هدف الاجازه انك ترتاح، وتعرف ايه هي الحاجات اللي انت وقعت فيها، او ايه هي الغلطات اللي عملتها الفتره اللي فاتت. تتعلم تشوف طرق المذاكره بتاعتك اختلفت، كان حاجه غلط انت كنت بتعملها، خدت اكسبيرينس محتاج انك تغير وتعدل فيها. فاحنا عايزين بس نحط قبل ما نعرف احنا نعمل ايه في الاجازه، ان اول هدف الاجازه هي فكره الراحه، او كل الحاجات اللي احنا كنا بنبقى عاوزين نعملها في الدراسه، والدراسه كانت منعانا ان احنا نسافر، ان احنا نعمل اي حاجه كنا حابين ان احنا نعملها. فانت المفروض تعملها في الاجازه. فانت لازم بس ما تكونش حاطط الضغط على نفسك الكبير ده. ايوه يا مصطفى، بس اكيد انت مش عامل الفيديو ده علشان تقول لنا ارتاحوا يعني وما تعملوش ايه في الاجازه. ماشي، انا بس في الاول انا بحب دايما اي حاجه اقسمها كده. هو انت هدفك ايه في الدنيا دي؟ يعني انا اعرف احنا هنعمل ايه في الاجازه على حسب هدفك يعني. فلازم تعرف ان انت جاي الدنيا دي وهدفك اساسي هو الجنه. اسال الله اياكم ان يرزقنا اياها يعني. فانت لازم تعرف ان ده هدفك الاساسي، وان اي حاجه هتمنعك من هدفك الاساسي ده يبقى انت ماشي في الطريق الغلط. ودايما بيبقى عندي هدف آه في الدنيا، سواء بقى ان انا عاوز اسافر، عاوز اعمل حاجه معينه، وان انا عاوز اطور من نفسي، والكلام كله بتاع التنميه البشريه ده. ماشي، انا بعد ما عملت كاتيجورايز كده للاهداف او الحاجات اللي انا ماشي فيها، انا بقى هشوف يعني انا اعمل ايه في الاجازه على اساس كل هدف من اهدافي دول. في الاول بس الجنه يعني احنا نمسكها طبعا بقى الحاجات الاولى او الحاجات الاهم. فلو هنتكلم عن الجنه، فانت بس لازم تحط في دماغك كده عشان تفضل يعني بتسعى لهدفك او بتشوف له طرق اكتر. لازم تكون انت موتيفيتد، او لازم تكون انت نوعا ما ايه يعني تعرف عن هدفك اكتر. ايوه، اعمل ايه يعني؟ عاوزك بس من ضمن الحاجات اللي انت تحطها في دماغك، او من ضمن الحاجات اللي انت تعملها، انك تقرا اكتر وتعرف اكتر عن الجنه وعن النار، وايه اللي ربنا شايله لنا في الجنه. طب ايوه، يعني اقرا ايه او اعرف ايه يعني؟ ممكن تسمع فيديو، زي فيديو جميل جدا للدكتور حازم شومان، كان بيوصف في الجنه. انا حقيقي بعد يعني انا في الفيديو ده سمعته وانا في الامتحانات، قلت والله اللي يحصل يحصل بقى، انا مش عاوز حاجه. هو في اجمل من اللي بيوصف ده؟ وهو فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فأنت مهما كنت هتتخيل برضه عمرك ما هتوصل للي في الجنة يعني. وكان من الكتب اللطيفة أو من الكتب الجميلة جدا اللي قريتها في الموضوع ده كتاب اسمه قصاد عيني. إيه ده؟ هي دي مش أغنية عمرو دياب يا مصطفى؟ استغفر الله. هي قصاد عيني ده كتاب هو بيبقى هو بيحاول ان هو يجيب لك الجنه والنار قدام عينك يعني، او بيحاول يوصف لك ويجيب لك احاديث او الحاجات اللي ذكرت في الجنه والنار، على اساس انك تتشوق اكتر للجنه وتعرف اكتر عن الجنه. وفي نفس الوقت انت بتحاول انك تخاف او ترهب نفسك من النار. ماشي، بعد ما عرفت عن هدفي وقريت عن الجنه والنار الكلام ده كله، انت هتقول يعني ايه الحاجات او ايه الستبس اللي انا محتاج عشان اوصل للجنه دي؟ ما انا خلاص انا دلوقتي وصلت ان انا هدفي الجنه. طب ايه بقى الحاجات اللي اعملها عشان اوصل لهدفي ده؟ فانت طبعا هنمسك اول حاجه هي الصلاه. تمام، فانت م- لو حطيت هدف في الاجازه انك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هسيب ولا فرض، وده يبقى اكبر هدف في الاجازه، ان انا احافظ محافظه تماما عن الصلاه. بس زي ما احنا يعني قلنا كده، اي هدف احنا نحاول نقرا ونعرف عنه اكتر. فانت ما تحاولش تعمل الحاجه بنفس الطريقه وتتوقع نتائج مختلفه. يعني ايه يعني زي ما احنا بنحط خطط وحاجات كده الاهداف بتاعتنا الدنيويه، نحاول نخطط لاخرتنا. ايه المشكله؟ فان انا مثلا ايه حاجه زي الصلاه دي، اقرا اكتر عن فضل الصلاه، اقرا عن عقوبه تاركها. من الكتب الجميله جدا 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 في الصلاه كتاب اسمه فاتتني صلاه. الكتاب ده حقيقي بيتناول الصلاه بطريقه يعني جميله جدا، ويعني بتحس كده ان هو فاهمك، فاهم انت بتفكر في ايه. فحقيقي انصح انك تقراه يعني. واتمنى برضو تقرا كتاب الكبائر القسم بتاع الصلاه، وتعرف بقى اللي بيصلي ده اللي احنا ممكن يكون شايفين حاجه بسيطه يعني. ايه الحاجات اللي ممكن يكون هو عاملها يعني وهو مش واخد باله يعني. تمام، من الحاجات اللي انت تخلي بالك بيها في الصلاه انك تحط نفسك في بيئه، ما خلاص بقى احنا
قرينا او سمعنا الكلام ده كتير، بس هو مش كلام، انت فعلا لازم تعرف. يعني وده مريت بيها تجربه شخصيه، لما ببقى وسط ناس صحابي هم ناس بيقوموا بيصلوا، فانت مش هتقعد كده تقول لهم ازرع تصلوا بقى انا عايز هنا. فانت بتحس ان فعلا البيئه هي بتسحبك، فانت حاوط نفسك بالناس بتصلي. طب خاصم يعني اللي مش الناس مش بيصلوا، هي مش فكره كده، بس انت حاول ان ما يتخليش البيئه فعلا تاثر عليك يعني. من الحاجات اللي اتعلمتها من دكتور الله يجازيه بخير، دكتور محمد ماهر بتاع الفسيولوجي، ان دايما لما كان بيقول لي على المواعيد، لما كان بيدي مواعيد، كان مش بيديها بالساعه، كان بيديها على اساس صلاه. يعني ايه؟ يعني بعد صلاه العصر، بقى انا قبل بعد المغرب، اللي هو انا بالنسبه لي مش مواعيدي او يومي ماشي، ولما اكون فاضي او لما اكون في وقت مناسب ايه هادخل اصلي. لا، انا بالنسبه لي ايه، انا مواعيدي على اساس صلاه، يعني اللي هو ايه، انا هتحرك ان شاء الله بعد اذان الظهر او بعد ما اخلص ايه الظهر، ماشي. وده خلينا نقول ان ده الاساس، يعني انت ممكن اصلا يبقى هدف الاجازه كلها انك تطلع بتحافظ على الصلاه. تمام. كانت من الحاجات اللي بتخجلني جدا 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 القران. كنت بفضل ابص كده لكتاب مثلا زي كتاب الهيستولوجي او اي كتاب ممكن اكون الفايده بتاعته مش كبيره، او مش هستخدمه كتير في حياتي، ولا انا خدت كل الوقت من حياتي ده، كل المجهود ده عشان احفظ كتاب زي ده ممكن يكون ملوش قيمه قوي. فكنت بتضايق من نفسي، بقول يا اخي، وانت ممكن تكون مقصر في القران، سواء في ورد يومي او في انك تحفظ القران. و... وفي حديث عن النبي اللي هو من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن اراد الدنيا فعليه بالقران. فانت يعني انت ممكن تلاقي نفسك مقضي طول حياتك بتحاول تحفظ وتتعلم في حاجات ممكن تكون تأثيرها تأثير وقت قليل، وسايب الحاجة اللي حرفيا مش هتسيبك طول حياتك. اه والله انا فعلا محتاج احفظ قرآن، وفعلا محتاج ان انا اهتم بالقرآن شوية. ومن الحاجات الجميلة جدا يا جماعة ان فعلا القرآن بيغير الحياة. يعني انا بجد في ناس اعرفها شخصيا كانت حاجة وبعد القرآن حاجة تانية خالص. أيوه، بس أنا عندي مشكلة، بس مش عارف أحفظ يعني إزاي، يعني مش لاقي مدرسة أو حاجة قريبة. بُص يا صديقي، أنت عشان تحفظ قرآن فأنت قدامك حاجة من 3 يعني، تنزل أي جامع حواليك وتسأل عن شيخ بيحفظ، أو تشوف صاحب ليك ما شاء الله يعني حافظ القرآن، أو يعني حافظ جزء كويس من القرآن وأحكامه كويسة، تحاول تلتزم معاه. أو أنا لقيت الأيام اللي فاتت دي مثلًا يعني صفحة اسمها دال دي بتحفظ تحفيظ اونلاين يومين في الاسبوع، وانت اللي بتحدد مع الشيخ، وحاجة جميلة جدا. او يعني في حفظ كتير قوي اونلاين. أه- اهم حاجة انك يعني تخطط وتسعى زي ما احنا بنسعى للحاجات اللي ملهاش اي لازمة في حياتنا يعني. تمام، انت تحط في دماغك ده ان انا عاوز احفظ قرآن، انا عاوز اخطط ان انا احفظ قرآن، انا عاوز اخلي القرآن ده عادة في حياتي. تمام. يبقى احنا قلنا كده صلاة، قلنا القرآن. طب ايه تاني الجنة؟ يعني انا برضو شايف من الحاجات اللطيفة جدا اللي انت ممكن تعملها في الاجازة دي، انك تختار ذنب، تختار ذنب و- وتبطله، وتختار عبادة معينة وتعملها ان شاء الله. ايه ده؟ انت مش عايز نعمل غير عبادة واحدة بس او ابطل ذنب واحد بس؟ انت طبعا ان شاء الله هتسعى لانك تحافظ على اكتر من عباده، وانك تسعى انك تبطل اكتر من ذنب. بس هي كل الفكره انك تقول انا هدفي من الاجازه دي ان انا لو قدر الله يعني رجعت لكل الذنوب، انا همسك في الذنب ده وان شاء الله ان شاء الله مش هعمله، ويا رب عني، وهفضل ادرس الذنب ده. ايوه، ادرس. مش انت لما بتكون عاوز تعرف ازاي تقفل الفسيولوجي، او عاوز تعرف انت عاوز تتعامل مع المديول ده ازاي، بتفضل تسال الناس الاكبر منك وتشوف المصادر وتشوف الناس اللي بتشرح احسن واحد. يا اخي ادرس، يا اخي اخرتك، يا اخي يا اخي ادرس، يا اخي الحاجه اللي ممكن تكون سبب في انك تدخل الجنه. فانا عاوز اقول لك انك ايه، ما تتعاملش مع الذنب ده يا رب انا ناوي ابطله، يا رب يا رب عيني، يا رب يا رب انا عاوز ابعد عنه. لا، انت حاول تقرا اكتر عن اضراره، حاول تقرا عن عقوبته. ايه الذنب ده ممكن يكون بيعمل لك ايه يعني وانت مش واخد بالك منه. تستعين بناس وتسال ناس زي ما كنت بتسال ناس على المواد الاكبر، تسال ناس اعمل ايه في الذنب ده، وازاي ممكن اعمل، او يعني
احاول ان انا ابعد عنه، وتبعد عن الاستيمولس خالص. الاستيمولس اللي هو بيبقى بدايه اي ذنب، يعني الاستيمولس ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون مكان، ممكن يكون صاحب معين او مجموعه معينه، ممكن يكون فعل معين او حاجه معينه انت بتعملها بعد كده بتعمل الذنب ده. فانت حاول تقطع الموضوع من اوله وتسال الله العون يعني. عباده يعني ايه؟ عباده يعني توصي ايه بعباده؟ ما احنا قلنا نصلي ونقرا قران يعني خلاص. عباده دي يعني، يعني انا من القصص الجميله جدا الناس اللي هم كانوا في كهو، في وقعت صخره في الكهف، فكل واحد حاول يتذكر حاجه عملها كده لوجه الله. فيعني يعني انا دايما كده بقول الناس اللي دايما بتفكر في فكره الاستثمارات او فكره اللي هو الباسيف انكم وكده، احنا ليه مش بنتعامل بالعقليه دي في الاخره؟ انا حسيته درس ديني قوي يا مصطفى. لا مش درس ديني، ده هدفك فعلا في الحياه. انت يعني انت لازم يبقى ده جزء كبير قوي من هدفك في الاجازه. ولو اهدافك في الاجازه بعيد عن الاهداف دي فانت الصراحه يعني ملهاش اي لازمه. فاحنا مكان يعني انا كنت دايما قاعد بفكر وانا بحضر الفيديو ده، طب ما تخلي الموضوع العبادات دي اخر حاجه يا مصطفى. لا هو لازم يكون اول حاجه، لازم يكون اول حاجه، وعلى اساسه بيتبنى حاجات كتيره قوي. ماشي. طب العباده دي او الحاجه الكويسه اللي ممكن تعملها دي ممكن تكون ايه؟ والله ده انت شوف يعني. يعني انت ايه الحاجه اللي ممكن تعملها بسهوله او بالنسبه لك تكون متوفره؟ هل ممكن تطلع صدقه جاريه؟ تكون حد كده انت عارفه يعني غلبان بتطلع له مبلغ كل شهر، تمام. هل ممكن يعني الحمد لله ربنا اعطاك نعمه الكلام ونعمه التفكير بشكل كويس، والناس بتسالك، فممكن تكون سبب في قضاء حوائج الناس. اه ممكن يكون ده من ضمن الاهداف. يعني ايه قضاء حوائج؟ ان حد يا اخي تكلمه كده مرتين في الاسبوع، مره في الاسبوع، تساله عن حاله، تساله عن مشاكله، تحاول تعينه يا اخي. حد مثلا تساعده او تروح تحاول تقدم مساعده ليه في في طريق او اي حاجه انت ممكن تقدمها. حد تسال عليه. يعني انا يا جماعه بجد يعني انا حصل لي موقف قبل كده، في حد كنت شايفه مهموم شويه، فانا يعني انا شايف حاجه بسيطه جدا، سالته مالك؟ قال لي ياه، انا انا حقيقي انا في حاله اكتئاب بدالي شهرين، كان نفسي يعني، او محدش سالني مالك غير انت وشخص تاني قبلك يعني كان سالني. فكانت ممكن يعني حاجه بسيطه زي دي او كلمه بسيطه زي دي، قعدت اتكلم معاه بس وضحكنا ساعتين. انت ممكن اكون ما عملتش اي حاجه، بس هي بالنسبه له انت عملت فارق في حياه غيرك. وده فعلا لازم يكون من اهدافنا يعني. ربنا كرمك بعلم دلوقتي، فانت ممكن من اهدافك بس او من ضمن عباده بس انك بتحاول تفيد بعلمك ده. حد غلبان في ابتدائي اعدادي ثانوي بيسالك بيستشيرك ازاي يذاكر، بيسالك على حته معينه تشرحها له، انت عارف ان ظروفه الماديه قليله شويه، ممكن تديهم درس فور فري. عندك معلومه عن مرض معين او حاجه معينه تحاول تفيد بيها الناس يعني. ومن الابدات فعلا اللي لو حطيتها هدف يعني في الاجازه ولو قدرت تلتزم عليها في حياتك هتتغير. انا بجد انا كنت بسمع الكلمه دي بقول ايه الكلام ده يا عم؟ هو في كلام تنميه بشريه حتى في الدين يعني؟ يعني ايه حياه تتغير في عباده؟ جرب، جرب تحافظ على قيام الليل، جرب تخلي في ركعتين كده في الليل بينك وبين ربنا، انت بتناجي ربنا بس وبتبص في السماء بتقعد تتكلم معاه بس بعدها. جرب واساله على اي حاجه ايا كانت صغيره ايا كانت مستحيله، وشوف فعلا فعلا النتيجه بتاع قيام الليل. شوف كميه الراحه وكميه الاحساس اللي انت عمرك ما هتحس باللذه بتاعته في امور كتير قوي في حياتنا من قيام الليل. حد هيقول لي طب انا يا مصطفى الحمد لله ربنا كرمني وبصلي تمام وحافظ على الصلاه. تمام، حط هدف اكبر. يعني في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من صلى 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى هيبقى ليه براءتين، براءه من النار وبراءه من النفاق. فانت ممكن يبقى هدفك اصلا في الاجازه وده يبقى اكبر هدف يعني انك تصلي 40 يوم في جماعه. يا سلام، عشان تحاول تاخد البراءتين دول. اسال الله اياكم يعني. تمام، اخر حاجه بس عاوز اقولها في النقطه دي، ان انت زي ما احنا بنخطط لحياتنا يعني وكل خطوه في حياتنا عايزين نخطط للجنه شويه عشان هي فعلا تستحق. وان اكبر
output أو أكبر نتيجة ممكن تعملها في الأجازة دي هي إنك تقرب لربنا. تمام، ده بالنسبة لأول كاتيجوري. يعني طب بالنسبة بقى لتاني حاجة، هدفك. هدفك دي يا صديقي، هدفك أي يعني إيه هدفك برضه يا مصطفى؟ أنا مش فاهم يعني إيه هدفك؟ يعني ما إحنا كلنا هنبقى دكاترة يعني في الآخر. يعني عاوز تبقى جوه مصر، عاوز تبقى بره مصر، عاوز تسافر فين، عاوز تعمل إيه بعد ما تتخرج؟ لا مش لازم كلنا نبقى دكاترة يعني، أو لازم نبقى كلنا نبقى دكاترة في مصر يعني. فأنت أصلا لو أنت مش عارف أنت عاوز تعمل إيه، فأنت ممكن يبقى هدفك في الأجازة ان انت عاوز تعرف اصلا انت عاوز تعرف انت عاوز ايه. ايه ده؟ اه ده ممكن يبقى هدفك في الاجازه. يعني ايه عاوز ايه برضو؟ يعني يعني انت هتقسم هدفك ده، انت عاوز اصلا تكمل تبقى دكتور ولا لا؟ طب انت لو عاوز تبقى دكتور، عاوز تبقى دكتور في مصر ولا بره مصر؟ طب لو دكتور في مصر، هل درجاتك تسمح انك تاخد نيابة جامعة، ولا هتبقى وزارة صحة؟ تمام. طب لو دكتور بره مصر، عاوز تسافر فين؟ عاوز تسافر امريكا، عاوز تسافر بريطانيا، عاوز تسافر المانيا، عاوز تسافر الخليج؟ طب الخليج دي عاوز تسافر فين؟ ايه هو ازاي اعرف اصلا كل المعلومات دي؟ هو هو كوبايه شاي برضه ساعتين جد وكده؟ لا، انت الموضوع فعلا محتاج تقرا، محتاج تسمع كتير قوي عن خبرات ناس، وناس سافرت، وده اللي يسافر هنا وده اللي يسافر هنا. انت ده اصلا ممكن يبقى هدفك في الاجازه. انا عاوز اعرف انا عاوز ايه، عاوز اسمع على قد ما اقدر بودكاست على حاجات زي كده، و... وافهم الناس دي ليه ده سافر بره وده سافر بره. طب خلاص انا حددت دلوقتي انا عاوز ايه. تمام. انت لو عاوز امريكا، فانت هتبقى محتاج انك تشتغل على اليوسم ليه في الاجازه. ابدا فيه وانا في اولى وانا في تانية وانا في تالتة وانا في امتياز، as soon as possible. اليوسم ليه as soon as possible. سيبك بقى من اللي يقول لك استنى اعمله في الامتياز والكلام ده، عشان فعلا الموضوع بقى كومبيتيتيف دلوقتي. تمام. يبقى انت هتحتاج تبدا يوسم ليه، هتبقى محتاج تتعلم ريسيرش، وهنتطرق لها دلوقتي ازاي هتتعلم ريسيرش يعني. طب لو انا عايز بريطانيا، الحمد لله بقى البلاب اقدر امتحنه في بريطانيا. مش هقول لك تذاكر البلاب دلوقتي، بس احنا خلينا متفقين ان هو كله طب يعني. فانت هتبقى محتاج انك تذاكر الكليه ان شاء الله لما يجي الكليه، ومحتاج تقرا اكتر عن فكره السي في، وازاي الكريتيريا بتاع القبول في بريطانيا، على اساس انك تبدا تجهز لها وتبدا تبي كونسيرن بالحاجات اللي هم مهتمين بيها. طب لو انا عاوز اسافر المانيا، خلاص نويت على المانيا، ابدا اتعلم الماني. مش لازم في معهد جوته، بس المهم انك تتعلم الماني، انك تدخل تمتحن الماني عشان تقدر توصل للليفل اللي تقدر تسافر بيه المانيا. طب لو انا عاوز اسافر الخليج، هو برضو يعني الخليج هتكون على حسب البلد، فانت حدد البلد، حدد البلد واعرف هي عاوزه ايه بالظبط اللي انت عاوزاه. لو مثلا يعني لو انت معاك ريسيرش او معاك سي في قوي، ده هيزود البروبابيلتي بتاعتك. او وطبعا لو انت في الدراسه هتبدا تذاكر الكليه عادي جدا، عشان انت فكره احنا اتفقنا هو كله طب يعني. فانت انت مش بتذاكر لحاجه معينه يعني. طب لو خلاص انا حابب مصر جدا وحابب اكمل جوه مصر، يبقى انا بالنسبه لي النيابه دي او الدرجات دي حاجه مهمه جدا. تمام. فمحتاج ان انا ادور يعني يعني احاول ان انا ازود درجاتي، او ان انا اطور من نفسي من ناحيه الدرجات دي، اسال اكتر، اشوف الحاجات اللي تفيدني في مصر، احاول ازود نفسي ككلينيكال سكيلز. وهنيجي للنقطه دي برضو، يعني ازاي ازود نفسي ككلينيكال سكيلز. طب لو انا بقى مش عاوز ابقى دكتور خالص بقى، عاوز اعمل كارير شيفت او شيفت كارير، يعني اعمل ايه؟ والله هي الكارير شيفت ده وشيفت كارير هيبقى ديبندنت. هل انت عندك بيز ولا لا؟ لا يعني مثلا عندك بيزنس العيله مثلا لو بيزنس العيله يعني، او عندك عمي مثلا بيستورد حاجات وانا هشتغل مع عمي. عندك بيز هتبني عليها او هتشتغل عليها ولا لا؟ طب لو يعني ما عندكش، انت محتاج بس ايه؟ يعني تقعد مع نفسك كده طب انا هعمل كارير شيفت يعني هعمل ايه يعني؟ هشتغل في التدريس، هشتغل مثلا بيزنس، انا عاوز اشتغل بيزنس يعني. لا انا شايف الحاجات دي الاي والديزاين والبروجرامينج والسيلز والماركتنج، الحاجات دي يعني واكل الدنيا. انا لا محتاج ان انا يعني اركز في الحاجات دي. فانت anyway الحاجه اللي انت هتختارها، بس ما حاول ما تختارش اكتر من حاجه يعني. فانت هتنفست وقت وهتنفست مجهود فيها يعني، وتبدا تشتغل عليها في الاجازه. هتبدا تشتغل لو حته تدريس، تبدا تطور من نفسك، تحاول تاخد مثلا تي او تي، تحاول تفهم
طرق التدريس المختلفة والتكنيكس المختلفة في التدريس. تحاول مثلا تشتغل مع دكتور اسيستنت، او تحاول تطور من نفسك في حته التدريس، حته البيزنس، لا اما بقى انك تعمل بيزنس مع نفسك او ان بيزنس، لا اما مثلا انك تشتغل عند حد، او يا سلام لو حد قريبك، او انت عاوز تاخد اكسبيرينس في مجال معين، يعني تحاول تدور على ناس تعرفهم انت يقدروا يساعدوك في حاجه زي كده، او انك تتعلم سكيلز بقى. انا لا، انا هطور نفسي من البروجرامينج عشان اشتغل فريلانسر، اطور من نفسي من حته سيلز، اطور من نفسي من حته الماركتنج، اطور من نفسي من حته الفيديو اديتنج او الانيميشن او ايا كان. فانت عارف انت محتاج تطور نفسك من ايه. بلاش يا جماعه اللي هو ايه، واحد يكلمني في كورس كيف تتعلم بيها البطيخ، معاك، احنا عايزين نستغل الاجازه. في كورس تتعلم انجليزي في 12 اسبوع وتطلع فلوينت، معاك. كورس الماني وفرنساوي وجميع اللغات، معاك. بلاش تمشي اللي هو انا بحاول اكون جامد في كل حاجه علشان ايا كانت الفرصه ابقى، انت كده مش هتاخد ولا حاجه. انت حرفيا زي اللي معاك ميه كده وبتحط في كل كوبايه شويه، فانت ما مليتش ولا كوبايه منهم. فانت من الحاجات المهمه جدا انك تعرف انت عاوز ايه، او تختار الهدف اللي انت هتسعى له وتسعى له هو بس. كان كابتن دايما يعني بيقول في التمرين كوره كده، لما انا ببقى احيانا ايه كونفيوز كده، انا مش عارف اباصي لده ولا ده ولا ده ولا ده لغايه ما الكوره تقطع مني يعني، فيقول لي يعني باصي غلط احسن من انك تباصيش. فانا بقول لها لك اهو، اختار هدف واحد حتى لو غلط احسن، وامشي فيه احسن من انك ما تختارش هدف اصلا. تمام. طب انا يعني انترست وبحب اكتر من مجال، انا عن نفسي كده يعني انا مثلا انا عايز ابقى دكتور واعمل حاجه تاني مع الدكتور ده، معظمنا يعني مفيش مشكله. اختار الحاجه دي وانفست فيها وقت مجهود، واختار الحاجه التانيه اللي انت عاوز. يعني انا بحب مثلا التدريس وعاوز اسافر امريكا، ايه المشكله؟ خلاص، ما يبقى ما تتضايقش من درجاتك في الكليه، يبقى اعرف انك محتاج تحط مجهود شويه عشان انت اخترت حاجتين، محتاج تحط وقت شويه في الحاجتين. تمام. تمام. احنا قلنا لو انت سواء بقى جوه مصر او برضو بره مصر، يعني انت من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لك في الاجازه ان انا عاوز اطور الكلينيكال سكيلز بتاعتي، او يعني الصراحه يعني بيني وبينك احنا بندرس اهو بدل 3 سنين سنتين سنه في الكليه، 4 سنين في الكليه، ولو حد اغمى عليا مش عارف اعمل ايه يعني. فهتلاقيه حاجه ترندي كده في فتره الاجازه دي يا صديقي، هتلاقيه كورس الخياطه في 4 ايام، او يعني مثلا بيقول لك مثلا اسعافات اوليه، او هتلاقي يعني حاجات ترند كده، وتلاقي الدفعه كلها رايحه يعني انا هتكلم من وجهه نظري انا، يعني بما ان انا خدت كورس خياطه وخدت كورس اسعافات الاوليه وخدت كورس امرجنسي، يعني مريت شويه كتير قوي بالحاجات دي. بس خلينا نقول يعني ان الكلينيكال سكيلز دي يعني انت هتحاول تكتسبها ان شاء الله. يعني فكره الكورسز دي وفكره برضو المستشفى، انك تنزل المستشفى تتدرب. ايوه، قول لي بقى بالله عليك دي، عشان انا حاسس ان في شفره سريه يعني للناس اللي بتنزل تتدرب في المستشفى دي، وخصوصا ان احنا شفناها اكتر مره، يعني تنزل عمليات وشاركت في عمليه قبل كده وكل الكلام الفاضي ده. بص يا صديقي، هي الموضوع سهل خالص. انت هتلبس ال البالتو بتاعك، او هتشتري سكراب. ايه السكراب ده؟ اللي هو لبس الدكاتره، اللي هي الدكاتره دي، وتنزل الطوارئ او العيادات الخارجيه وتسال عن النايب ده اللي هو بيكون يعني اكبر حد موجود يعني في الحاجه دي، وتقول له كلمه واحده بس: فولنتير. بس كده، بس كده. يقول لك اتفضل اقعد واسمع، وانت بورقه القلم وتبدا تشوف الحالات، تبدا تشوف هو بيتعامل معاها ازاي. لو عندك سؤال بيساله يعني اثناء نزولك بقى في المستشفى، انت بتحاول ان انت توسع علاقاتك وتتعرف على دكاتره. تمام. فانت لما توسع علاقاتك وتتعرف مع دكاتره، يعني هتعمل ايه؟ تبدا ساعتها تتعرف على الدكتور بشكل شخصي، وتطلب منه انك تنزل معاه عمليات، او انك تنزل معاه العياده بتاعته بشكل برايفت يعني، فيكون في تركيز معاك اكتر، وهو يحاول يعني يشوف فيك مثلا شغف، او يشوف فيك حاجه معينه كده، يحاول يبدا ايه يديك معلومات اكتر ويفيدك اكتر يعني. تمام. دي بالنسبه للمستشفى. طب بالنسبه للكورسز بقى، فيعني اولا لازم تلغي في دماغك اي حد يقول لك انا هديك شهاده دي. انا انا بكره هعمل كورس خياطه او هعمل كورس اسعافات اوليه،
وهديك شهاده معتمده مني وهمضيها لك وهروح العتبه هعمل الختم وهختمها لك. بلاش تجري ورا الوهم ده، بلاش حد يضحك عليك بسهوله. انت لو هتروح تتعلم حاجه زي كده فانت روح تعلمها لنفسك. تمام. وبالمناسبه لو انت رحت اتعلمتها وما نزلتش طبقت يبقى انت كده ما اتعلمتش، ولو نزلت طبقت وسمعت فيديو على اليوتيوب يبقى انت كده اتعلمت. يعني اقصد الموضوع مين للتطبيق يعني. فالكورس ده مثلا يعني هنقسمها مثلا كورس اسعافات مثلا، كورس مثلا خياطه مثلا، ماشي، والكورسات التانية دي انا هتطرق لها يعني. بس يعني اللي انا عاوز اقول لك في الحته دي انك يعني هي تكون اكسبيرينس كويسه لو انت حد سنه اولى مثلا حاجه سنه تانية. بس بالله عليك بعد ما تاخدهم ابدا ايه، طبق وانزل المستشفى عشان ده اهم اصلا من الموضوع ده يعني. بتبقى في كورسات بقى تبع النقابه، دي الصراحه بتبقى كورسات محترمه يعني. يعني اللي بيجي يديها الدكتور مثلا بيكون هو حرفيا استشاري اخصائي، يعني اخر سنين نيابته بيبقى حد فعلا متمكن من العلم ده. بتبقى في كورسات ليوم واحد يعني، او هي بتبقى الصراحه في كورسات منها ادفانسد، بس بتبقى في كورسات ليوم واحد مثلا زي ايه، زي كورسات امرجنسي مثلا، زي كورسات مثلا بيزك لايف سبورت. بتبقى حاجات صراحه قويه جدا يعني. انا وحضرت برضه كورس قبل كده هايبر تنشن، وكان في كورس قبل كده دايابيتس. لا لا بتبقى حاجه كويسه، وانت يعني كطالب فعلا بتقدر تستفاد منها يعني، وبيبقى سعرها مش غالي يعني. اعرف الحاجات دي كلها منين؟ بعد اذنك انا يعني انا هعمل جروب واتساب، وهتلاقيه في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. يعني حاول تجوين الجروب ده، مش عاوز حاجه والله. بس يعني ان شاء الله هحاول ابعت لكم الكورسات دي، ابعت لكم ازاي بعرف الكورسات دي، ابعت لكم مثلا لو في اي كورس قدامي ابعته على الجروب. يعني اي حاجه من دي انا نحاول ندسكاس، او لو حد عنده سؤال في اي حاجه احاول ان انا اجاوبه يعني واساعده في في النقطه دي يعني. تمام. فبالنسبه للنقابه فدي انا شايفها ايه، حاجه من ضمن الحاجات الكويسه يعني. تمام ماشي. بالنسبه للريسيرش، ريسيرش. بص يا صديقي، عاوز اقول لك انك سهل تتعلم ريسيرش، وان في كورسات كتيره جدا على اليوتيوب بقى وعلى ويب سايت مختلفه فور فري انك تتعلم فيها ريسيرش. تمام. وبتبقى حاجات قويه جدا يعني. امال ايه المشكله؟ وبعد اذنك يعني يبقى ابعت لنا الكورسات الفري الكتيره جدا دي برضو على ايه، على جروب الواتساب يعني. حاضر يا سيدي. بس الفكره كلها انك بعد ما اتعلمت ريسيرش، ايوه انا عاوز اشتغل، الاوبورتونيتي انك فعلا تلاقي تيم ريسيرش تدخل معاه وتبدا ايه، انك تشتغل وتعمل بابليكيشن يعني بتاع ده. فالناس اللي بتدي كورسات ريسيرش عارفه النقطه دي، عارفه ان بقت في كورسات فري كتير قوي، ان ما بقتش المعضله ان الناس تتعلم ريسيرش، بقت المعضله في فكره الاوبورتونيتي. فاصبح الناس بتدي كورسات ريسيرش وتقول لك ايه، وتقول لك والله انت بعد الكورس ده انا هطلب منك تاسك اتاكد بس انك تمام في الريسيرش، وبعد كده لو عملت كويس هدخلك جروب ريسيرش واخليك ان شاء الله تعمل بابليكيشن يعني. وانا من التجارب الشخصيه واللطيفه الصراحه الحاجتين اللي خدتهم يعني، اللي هو جي ار سي، جيرمان ريسيرش كلوب، واناليتيكا. يبقى ناس يعني في امتياز ما شاء الله، بس جامدين قوي يعني، وعاملوا بابليكيشنز كتير. هنا دكتور خالد وهنا دكتور انس. ف يعني هم بيبقوا ناس ما شاء الله يعني كويسين جدا في ريسيرش، وصلوا لمرحله كويسه قوي. انت بتبدا تاخد الكورس معاهم، وبعد الكورس او نهايه الكورس يعني بيطلب منك تاسك، وبتبدا تدخل في مجموعات بحثيه معاهم يعني. صراحه التجربه لطيفه قوي. انا عملت بابليكيشن قبل كده مع جي ار سي يعني، دخلت في جروب ريسيرش مع اناليتيكا يعني. بس يعني لسه ما عملتش بابليكيشن مع اناليتيكا. بس الموضوع يعني الصراحه لطيف جدا. ايوه طب يعني لازم اخد كورس يعني؟ في فرصه يعني، او في طريقه تانية، هي فكره النتورك، انك يعني تكون جامد وتحاول تدور او تحاول يعني صحابك يدخلوك في في جروب ريسيرش وكده. بس الصراحه يعني البروجرس بتاعها بيكون بطيء يعني، او ان هتاخد وقت اطول يعني. فانا بسجست عليك انك تاخد كورس ريسيرش في الاجازه مع حاجه من الاثنين اللي انا قلت لك عليهم دول، وتحاول ان شاء الله بابليكيشن. هل لازم اخد مع الاثنين دول؟ لا، ممكن تدور مع حاجه تانية، بس انا بقول لك دول اللي انا اعرفهم يعني. وبرده ايه، انا هنزل لكم تفاصيل الكورس دول على جروب الواتساب. انت بتماركت لجروب الواتساب خالص والله. انا بس يعني ما بحبش دايما او اقول معلومه ناقصه يعني. بحب دايما يعني تكون المعلومه انك راح تاخد اكشن على طول يعني، ما تبقاش المعلومه اي كلام يعني. تمام. اخر حاجتين عاوز اتكلم عليهم من ناحيه هدفك دي، فكره الاكسبوجر وفكره الورك. عاوز اشتغل، عاوز اشتغل، عاوز اشتغل، عاوز اشتغل.
انا حرفيا يعني عاوز اقول تلتين صحابي بيقولوا لي عاوز اشتغل. فانا هتكلم في نقطه دول يعني ايه اكسبوجر مبدئيا. بس اكسبوجر دي يعني بص يا صديقي، انت بس في حاجه انت لازم برضو تحطها تو بي كونسيرن، ان انت لازم تشتغل عليها في الاجازه دي. تفهم اكتر عن المجال الطبي، تختلط اكتر بالدكاتره، تعرف مشاكلهم اكتر، تعرف المميزات اكتر بتاع الحاجه دي. طب دي اعملها ازاي؟ يعني الاكسبوجر دي اخدها ازاي، او اجيب حاجه زي دي ازاي؟ الحاجات دي بتكون عن طريق ايفنتس او كونفرنس، بتكون معظمها فور فري يعني. وما بيكونش الفايده العلميه اكبر حاجه فيها ليك كطالب انت، بس هي الفكره كلها ان هي بتكون حته اكسبوجر كويس. يعني انا ببدا الصراحه ان انا اعرف دكاتره اكتر، اشوفهم بيتكلموا عن مشاكل معينه، يعني بمعنى اصح باخد خبره باسف يعني في الموضوع ده يعني. وصراحة يعني هي تجربة لطيفة جدًا يعني. ف يعني أنت طب أجيب إزاي بقى الإيفنتات والمؤتمرات دي، عشان ناس كتيرة أوي بتسألني الموضوع ده برضه، بتشوفك بتنطط في حاجات كتيرة كده، بتعرفها إزاي؟ بُص يا صديقي، هي يعني بالنسبة لي أنا باعرفها من 3 حاجات يعني groups، وهابعتها لك برضه. يعني خلّي الفيسبوك algorithm بتاعك تمام، يعني نوعًا ما يعرفك انت عاوز ايه، فهتلاقيه هو بيجيبها لك اصلا سجشن وانت قاعد كده بتقلب في الفيس، بتلاقيه هو عارفك انت مهتم بالحاجات دي. خليه يعرفك انك مهتم بس بالحاجات دي، انك تبحث كتير، او انك يعني to be concerned يعني في الحاجات دي، فهو يعرف انك عاوز الحاجات دي. او الحاجات التانية عن طريق الفريندز، يعني واحد صاحبي يقول لي جاي مؤتمر كذا، لا انا اكون مش عارفه يعني، والنتورك يعني. دي الحاجات اللي انا بعرف منها المؤتمرات والايفنتات والحاجات دي. فحاول على قد ما تقدر تحضر حاجات كده، تاخد اكسبيرينس. يعني يا عم هروح مشوار ساعه، ده انا ما صدقت خدت الاجازه. ما هي دي بقى يا صاحبي اللي بتفرق، واحد بيتحرك، واحد واقف يعني، او واحد مكسل. ودايما الناس لا، مش وقتها مش وقتها. يعني مش بقول لك ضيع وقت كتير في الحاجات دي، بس بقول لك على الاقل خد الاكسبيرينس، بتكون اكسبيرينس لطيفه الصراحه يعني. يعني نقابه الاطباء برضو بتعمل حاجات لطيفه يعني في الحته دي. تمام، تمام. بالنسبه عاوز اشتغل بقى بالنسبه للشغل بقى، انا اصلا بيني وبينك كده انا مش مهتم بمعظم الحاجات اللي انت قلتها دي. انا بالنسبه لي عاوز اشتغل. فانت اول سؤال هتساله لنفسك، انت محتاج تشتغل؟ ايوه، يعني ايه مش محتاج تشتغل دي؟ يعني انت محتاج فلوس لسبب معين، محتاج فلوس دي يعني الفلوس اللي معاك مش مقضياك، او عندك مشكله في نقطه الفلوس دي. فلو الاجابه لو الاجابه انك محتاج تشتغل او محتاج فلوس يعني، فانت في الحاله دي انت هتشتغل عشان الفلوس. يعني انت تحاول تدور على شغلانه بتديك فلوس، مش هيكون في حساباتك حاجات تانية يعني. طب لو الاجابه لا، فانت معلش انت هتشتغل او هتحاول تشتغل، بس يعني to be concerned ان الفلوس مش هتكون اهم حاجه. انت هتحاول تعمل حاجه اسمها exponential growth كده، او انك يعني ممكن يكون الشغل في الاول العائد بتاعه قليل، بس انت عارف انك بتاخد experience او بتتعلم او بتاخد حاجه ليها عائد على المدى البعيد. تمام، فانت شغلك في الحاله دي هيكون بهدف انك تتعلم، وانك تاخد experience، وانك بتحاول تنفولفد في مجال معين عشان يكون الكارير بتاعك بعد كده. ممكن تدي اكزامبل ما يبقاش الكلام عام كده اللي بعد اذنك؟ حاضر. يعني انت مثلا لو عاوز تدرس مثلا، لو عاوز تدرس، ودي من الحاجات اللي انا بسجست فيها الناس، يعني بقول لهم دور يا عم على، شوف اي حد من اخواتك الصغيرين او قرايبك او او جيرانك او اي حاجه، وقول لهم جمعوا يا جماعه اصحابكم وتعالوا هعمل لكم حصه في الفري، جربوني. تمام. فالتدريس من ضمن الحاجات صراحه ما بتاخدش وقت كبير منك كطالب يعني، وفي نفس الوقت انا باشوفها الصراحه يعني مجهودها قليل والعائد بتاعها كويس يعني، ومجال انك تاخده يعني كسكند كارير يعني عادي جدا. او في الطب مثلا انت راجل شاطر وبتجيب درجات كويسه وبتعمل ملخصات كويسه وبتعرف تتكلم بطريقه كويسه، يا عم اشرح لحد من زمايلك وخليه يجربك فور فري. تمام. ف طب انا يعني مش شايف ان انا قادر اخد الخطوه دي دلوقتي. اشتغل في الاول كاسيستنت لدكتور او لمدرس، واعرف ان يعني الفلوس هتبقى قليله في الاول، مش اكتر من 1500 جنيه. بس انت بتاخد خبره، بس انت بتشوف المدرس ده بيتعامل ازاي، او بت... ب... ب... ب...
بيتحرك ازاي في حاجه زي كده يعني. تمام، والله لا انا مهتم بالبيزنس. تمام، شوف شركه مثلا لو عمي شغال في مجال الاستيراد والتصدير مثلا، وانا عاوز اخد ايه اكسبيرينس فيها، اشتغل في شركه استيراد وتصدير شويه عشان تاخد اكسبيرينس فيها. لا انا عاوز اشتغل في الريل استيت، اشتغل في سيلز في الريل استيت شويه، مجال العقاري يعني. لا انا عاوز افتح اون بيزنس بتاعي، اعمل مثلا براند على الفيسبوك او على انستجرام وابدا ابيع فيه حاجات، عارف مصنع بيعمل تيشيرتات كويسه، عارف حاجه بتعمل جزم كويسه، انت لازم تتعب يا صاحبي. انا اسف يعني، بس الشغل مش هيجي لك يقول لك في فرصه شغل تشتغل ولا ايه. لازم تتعب، لازم تدور، لازم تشوف انت بتعرف تعمل ايه، لازم تزود من مهاراتك اللي بتعرف تعملها، عشان لما تروح تقول لحد عاوز اشتغل ويقول لك بتعرف تعمل ايه، تعرف ترد عليه. يعني الموضوع بالنسبه لك مش شغل هيجي لك تحت رجليك يعني. ممكن تعمل حاجه اي كوميرس زي ما قلنا كده، انك تشوف اي حاجه تشتغل عليها، او تعمل ويب سايت يبيع عليه. ممكن تشتغل في الماركتنج، او مثلا تشوف مثلا كورس معين بيبقى فيه زي برومو كود كده، او مثلا حاجه معينه يديها لك جمله مثلا وتبدا تبيعها ويبقى ليك كوميشن. بص الصراحه يعني الشغل صعب. فانت لو مستني حاجه تشتغل فيها تديك 3 4000 جنيه وانت مش بتعرف تعمل حاجه قوي، فالاجابه مش هتلاقيها عندي ولا عند اي حد يعني. انت محتاج تبذل مجهود شويه، محتاج تجاوب انت عاوز تشتغل ليه. عاوز تشتغل عشان تعتمد على نفسك، يعني انا شايف ان تعتمد على نفسك دي حاجه جنرال شويه. لا انت محتاج فلوس، محتاج فلوس لطريق معين مثلا زي المعادله ده، يبقى انت مش هينفع معاك شغل ب 1500 جنيه في الشهر غير قابل للزياده او غير قابل للجروث، فاهمني؟ ده مش هيجيب لك الهدف بتاعك ده. محتاج تشتغل عشان تبني كارير ليك في مجال معين غير المجال بتاع الطب ده. فانت يعني انت بس هتحط في الحسبان انت محتاج تشتغل ليه. فانت دي لازم تحطها في الحسبان يعني، او تحطها في دماغك يعني في الشغل. ولازم الصراحه يعني قبل ما تدور على شغل لازم تطور من نفسك عشان تلاقي شغل. اتعلم ديزاين، اتعلم فيديو اديتنج، اتعلم يا عم اي حاجه تخليك يعني مرغوب فيك من ناحيه الشغل دي. ما يبقاش الموضوع بالنسبه لك انت حد مش بتعرف تعمل حاجه، فانت الساعه بتاع الشغل بتاعتك هتكون قليله. تمام. اخر حاجه بقى، اخر حاجه، طولت علينا والله يا مصطفى، اتمنى ان الناس اصلا تسمع الفيديو ده يعني. بس معلش قبل ما اقول اخر حاجه انا حابب اضيف حاجه بس هنا. من ضمن العبادات او من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تعملها يا صديقي، انك عندك اخوات صغيرين. اخوات صغيرين، اخواتك الصغيرين دول انت ممكن تحفظهم قرآن، وانت اللي تسمع لهم او انت اللي تخليهم ياخدوا البوش. ودول يا صديقي هيبقوا بالنسبه لك باسف حسنات. فانت حرفيا بتفكر في يعني انا لو قاعد في بيتي كده واخواتي دول او الناس الصغيرين دول أو ولاد اخواتي ايا كان يعني الناس الصغيرين دول، كل مره يقروا فيها القران او كل مره هيسمعوا فيها القران هو انت بتاخد حسنات معاهم. القران ده لما يعلموه لاولادهم انت هتاخد حسنات معاهم. انا عاوزك بس تفكر بالطريقه دي يعني في النقطه دي يعني. اخر حاجه بقى هي فكره بقى ايه نفسك بقى، ودي اللي الصراحه يعني النزعه ايوه هو ده. انا مش هقول فيها حاجه جديده يعني ايه يعني روح الجيم. انا مش بتريق او بتكلم بصيغه تريقه، بس فعلا هي ما فيهاش حاجه جديده. انت محتاج ايه تشتغل على نفسك؟ محتاج مثلا تشتغل انك تزود مثلا او يعني الهيلث بتاعك يكون افضل يعني. محتاج مثلا انك تزود مثلا معرفتك بحاجات معينه، او مثلا انك تزود المايند سيت بتاعتك يعني، تطور من المايند سيت بتاعتك يعني. محتاج مثلا تظبط نومك، محتاج تاخد اكسبيرينس فولنتير في حاجه معينه. ماشي روح جيم. بس انا عاوزين نضيف حاجه بس في حته نفسك دي. ما تعملش نفس الحاجه بنفس الطريقه وتتوقع نتائج مختلفه. يعني ايه؟ يعني انت كل سنه عاوز تروح الجيم وعاوز تقرا وعاوز تصحى الفجر وتستحمى بميه ساقعه وتاخد الكورس اللي اشتريته من 5 سنين. ما تعملش نفس الحاجه السنه دي بنفس الاسطمبه او نفس الطريقه وتتوقع ان السنه دي هتبقى في ريزلت مختلف. حاول تورط نفسك. ايوه يعني ايه يعني الجيم ده حاول مثلا تتدرب مع كابتن برايفت مثلا،
حاول تشوف بارتنر مثلا، حد يزقك كده. يعني اصنعها انها تكون عاده ليك يعني. بالنسبه للقرايه مثلا، انا نفسي اقرا كتب، نفسي اقرا كتب، نفسي اقرا كتب، نفسي اقرا كتب. حاول تشوف مثلا حد يشجعك في الموضوع ده. في مثلا مكتبه مصر العامه دي، ممكن يبقى تروح في الاجازه، يبقى انت بالنسبه لك بتروح يومين مثلا مينيمم في الاسبوع. انا بروح هناك اقرا بس وانعزل على العالم كده مثلا، اخلي الكتب حواليني. على اساس احمد ابو زيد الصراحه قالها النقطه دي جميله قوي، ان انا يعني على اساس وانا جاي انام كده الكتاب جنبي، الكتاب في الحمام، الكتاب في اي حته، على اساس ان انا لما اقعد كده احس ان انا ايه، بشكل انكونشس ان انا سحبت الكتاب وقراه يعني. طب ممكن تسجست كتب يعني نقراها؟ والله يا صديقي انا بالنسبه لي يعني، يعني مش هقول لك حاجه جديده يعني، بس انا الكتب اللي اثرت عليا في حياتي، يعني اكتر كتاب اثر عليا في حياتي كتاب الاب الغني والاب الفقير. انا سمعت عنه الكتاب ده كتير، اقراه هيغير حياتك. والاب الفقير، تمام. كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء، تمام. كتاب اتوميك هابت، العادات الذرية. كتاب العادات سبع الناس الاكثر فعاليه. يعني الكتاب الصراحه الكتابين دول مكتوب بينهم ميكس لطيف يعني. كتاب العادات السريه بيقول لك ازاي تكتسب العاده، كتاب العادات سبع الناس الاكثر فعاليه بيقول لك ايه هي العادات اللي انت محتاج تكتسبها عشان تكون انسان اكثر فعاليه يعني. فصراحه يعني ممكن تعمل بينهم ميكس لطيف، ودول صراحه اكتر يعني كتابين برضو هتلاقيهم ذو امباكت عالي جدا يعني. ولو انت مثلا عاوز تحافظ على فكره صحيان الفجر دي مثلا، يعني كتاب لطيف قوي الصراحه، نادي الخامسه صباحا يعني. تمام. انت ممكن دول تحددهم تارجت، او يعني تحط مثلا 3 كتب في الاجازه دي كتارجت يعني. تمام. قرايه وجيم، ايه الحاجات اللي بيعملوها تاني؟ الناس بتحاول تظبط نومها، تمام، وتصحى الساعه 5 مثلا الصبح، تصحى ان شاء الله يعني الساعه 4 الفجر، ويبقى يومها يبدا من كده يعني. ده من ضمن اهدافي يعني، اتمنى ان انا اوصل له يعني باذن الله. مع طبعا ان انا احاول ان انا اقرا نادي الخميس صباحا، ان هو يساعدني على حاجه زي كده. الناس بتحاول تاخد كورسات، او تطور نفسها من مجال معين. بعد اذنك حدد مجال واحد بس، وخد فيه حتى لو بروجرس بطيء، بس ايه، يبقى ايه كونتينوس، او انك بتاخد خطوه مستمره في الموضوع يعني. فكره التطوع، التطوع صراحه يعني، يعني انت لو هتتطوع يعني حاول ما تخليش الموضوع ياخد وقت كبير قوي من يومك، وانك تدخل في حاجات وهميه. انا عاوز ابقى ليدر في حاجه انت اصلا ممكن تكون ولا حاجه. يعني كان في ميم نازل على الفيس كده، اللي هو الناس اللي ماسكه هيدز في الستودنت او في الحاجات التطوعيه، هي يعني هي مش حاجه كبيره قوي، فما تحاولش تجري ورا وهم او تخليها تاخد وقت كتير. حط لها ليميت بس، وحاول تحدد يعني هدف من الموضوع يعني. في الحاجات التطوعيه دي انت داخل ليه؟ تاخد اكسبيرينس، تتعلم في حاجه معينه بشكل لطيف، تعمل نتورك كويسه، داخل تساعد الناس، او يعني حاجه خالصه لوجه ربنا. فانت بالله عليك افتكر الهدف اللي انت داخل ليه ده، وما تضيعش وقتك او ايه، تحاول تخلي الحاجه تاخد وقتك كله يعني. من الحاجات الكويسه صراحه طبيعيه يعني، قوافل طبيه مثلا. انا كنت بنزل تبع مثلا رساله، او في مثلا مؤسسه ابراهيم بدران، او في اكتر من حاجه يعني. صراحه كانت من الحاجات اللطيفه قوي يعني. انا بنزل سواء بقى حاجات توعويه او حاجات لها علاقه بالمعمل او الصيدله. كنت باحب إن أنا أتكلّم مع الناس وأشوف مشاكلهم يعني. يعني كانت من ضمن الحاجات اللطيفة إن إحنا كنا نازلين قرية يعني، فباقول للحاجة، بتقول لي يعني عضمي بيوجعني يا ابني ومش عارف إيه، باقول لها كُلّه بيض يا حاجة وكده. قالت لي: "بيض إيه يا ابني؟" إحنا عارفين ناكل الطعمية. فأنا يعني أنت هتنزل أو هتشوف الحاجات دي، هتلاقي إن الناس مشاكلهم ممكن تكون حاجات بسيطة هي عندك، بس أنت مش حاسسها من كتر ما أنت متعود عليها. ناس مش يعني هتدخل بيوت كده هتقول أنتِ بتنامي إزاي هنا؟ أنتِ بتنامي إزاي من غير مروحة في الجو ده؟ أنا وأنا زعلان على التكييف إن خلّوه 24 أو 22 بدل من 20 أو 18 يعني. عايشة إزاي؟ فبتخلق حالة من الرضا والسعادة الصراحة، والحمد، وإنك بتبُص للحاجات اللي في حياتك بطريقة مختلفة، صراحة مختلفة تمامًا يعني. أنصح أي حد إنه ياخد التجربة دي، عشان دي من الحاجات اللي أثّرت عليَّ في حياتي يعني الصراحة يعني. آخر حاجة حابب أقولها لك يا صديقي، إنك ما تحطّش على نفْسك ضغط. يا راجل بعد كل اللي أنت قُلته ده وتقول لي ما تحطّش على نفْسك ضغط!
انت مش لازم مش لازم تعمل كل ده، مش لازم تعمل حاجه اصلا في الاجازه. ما تنساش انك طالع من معركه كبيره قوي استهلكتك وتعبت و... وانهارت نفسيا كتير، وداخل على معركه اكبر، تانية اصعب من اولى، وتالتة اصعب من تانية، ورابعه اصعب من تالتة، وخمسه اصعب منهم كلهم، والحياه ما بعد الجامعيه اصعب منهم كلهم. ايه يا عم النظره السوداويه دي؟ انا بس بقول لك انك برضه هون على نفسك، اعمل الحاجات اللطيفه اللي بتحبها. هاف فن، هاف فن يا عم. لو انت عرفت ازاي تكون سعيد في الاجازه دي وانت قبل كده ما كنتش سعيد، ده كفايه قوي يا عم. عيش حياتك يا صديقي ببساطه، الموضوع مش مستاهل. واتمنى اكون فدتكم. ولا تنسوا كل الكلام الفاضي ده، السبسكرايب واللايك والشير والدعم وكل الكلام الفاضي ده. بس انت بس حاول يعني تستنى ان شاء الله، عشان هنزل حاجات واحاول ان انا افيد بالحاجات اللي انا حاولت اتعلمتها يعني. واسال الله ان يستخدمنا ولا يستبدلنا يعني. وشكرا جزيلا.